ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه حبايب مطبخ بودي وماسة؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب، على طول متهنيين. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله من اكلات العيد الجميله اللي الكل يعني مستنيها بقى رمضان مستني بقى سمك، مستني رنجه، بس الناس كلها ان شاء الله رنجه وفسيخ شم النسيم. احنا النهارده هنكتفي بس بالرنجه، وفيديو تاني هننزل فسيخ ورنجه مع بعض. النهارده هنعمل الرنجه بطريقه سهله وحلوه، وفي نفس الوقت مش هتزفري شقتك وتهدي النار على الجريل بتاعك. وقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا مشغله النار على الجريل قبلها اهو، بنزل بيها كده. انت بتتعاملي طبعا مع الرنجه والفسيخ بايديكي، لان ده مش هينفع معاها خالص اي كلام تاني اهو. في بيحبوا يقشروها وياكلوها نيه كده، لا انا بحب اعملها صدمه على النار، وش وظهر، دي هتعامل معاها. وهنعمل جنبيها بطاطس محمره، وهنفتح تونه اللي ما يكونش عندي رنجه، وهنظبط لهم ان شاء الله النهارده الغدا. اهم شيء واحنا واقفين بنعمل حاجاتنا في مطبخنا زي ما معودينكم، نعطر لساننا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما كده ذكر الله بيطمن القلب، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطر الفم اهو. ولا هتلاقي اي ريحه ولا اي حاجه خالص، زي ما انت شايفه كده مفيش. انا مولعه ومديها النار عليها عشان ما تعفرش الشقه ليكي دخنه ولا كلام من ده، ولا تشميها ريحه ان شاء الله. زي ما قلت لك، في بيحبوها كده وفي بيحبوها كده. انا بحب اديها صدمه، يبقى طعم الرنجه مدخنه كده وطعمها حلو. اهم شيء اللايك بتاعك الجميل بقى، ولايك وشير وفعال الجرس عشان كل الفيديو يوصل لك. المطبخ بودي وماشي، احنا بنعلم بناتنا وعرايسنا، واللي برضه ما بيحبوش يخش في المطبخ كتير، لا تشجعي وادخلي ان شاء الله تعملي احلى حاجه. شايفين الريحه طبعا ايه؟ البيوت كلها النهارده كده يعني. كل سنه وانتم طيبين، والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب وبسعاده اهو. انا مش محتاجه اكتر من كده فيها عشان ما تنشفش معاكي. انت بتديها صدمه وش وظهر اهو بالشكل ده كده. شايفين؟ دي اخر واحده نعملها مع بعض. خلاص كده، بصي خلاص كده هي اتشوت معانا، وشفتي ده بيتشال بسرعه معاكي وما بياخدش معاكي مجهود. تيجي على السلسله كده ماسكاها بالشكل ده وتخلي اهو. شايفه؟ سهله جدا اهي. تحطيها في الطبق بتاع التقديم اهو. تاخديها برضو من عند الظهر كده، تطلع معاكي بكل سهوله. عايزه تعمليها شاورمة الرنجة بتبقى جميلة جدا بالطماطم والبصل، هنعملها برضو قدامكم. ده أول طبق أهو معانا خلص. نحط عليه الليمون اهو. احسبي بقى، اديله ليمون زي ما انت عايزة اهو. ده أول طبق، وعاملين معاها كمان الرنجة، وعاملين معاها البصل أبو شطة وخل وليمون ودقة كده نعملها لها، وعاملين معاها بطاطس محمرة. هعمل لكم بقى السلطة قدامكم دلوقتي، احضر حاجتها ونعملها عشان تاخدي فكره بتتعمل ازاي. هنعمل بقى شاورمه الرنجه او سلطه الرنجه. قطعنا بصلايه، طماطمايه، وفلفل اخضر، فلفل الوان عندك حطي حبشيها يعني. هنحط شويه خل صغيرين قوي مش كتير، وليمونتين بقى محترمين كده اهو. الليمونه طارت مني.
ما عجبهاش الكلام. اهم شيء وانت واقفه جنب الكيس تلمي اي حاجه تطلع معاكي من الرنجه اهو. قلبيها كده بالشكل ده بالمعلقه، تهوي كل حاجه فيها، معلقه زيت وطحينه بقى طبعا اللي بيحب. انا ولادي بيحبوها من غير طحينه، بس هي برضه لو عندك طحينه بتبقى جميله جدا. وكده النهارده غدانا غدا. النهارده حبايبي الفيديو بتاعنا خلص، هو كان ظريف وخفيف وحلقه من حلقاتنا يعني غدا من غدا بتاع العيد وايام العيد وغير العيد برضه احنا بناكل الرنج. بس احنا قلنا طبعا ندي فكره لبعض بتتعمل ازاي بطريقه سهله، ما بحبش اجيبها من بره جاهزه. هي حلاوتها انك تعمليها انت في بيتك بايدك وتنضفيها وتعمليها ما بتاخدش حاجه معاكي، ما شاء الله عليها. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين وفي الف هنا وفي شفا للي بيجرب وصفاتنا وبيعملها. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد.